طفل رضيع ما زال عالقا من بين هذه الأنقاض. وجدنا طائرة بدون الطيار تحلق فوق رؤوسنا. لقد دامت التحليق لمدة 10 دقائق، ثم في الساعة 8:30 بدأت الطائرات المقاتلة مباشرة بشن قصف مكثف. منګه تللو منګه وتلو کنه چې زه بنځونه خبر ترابل په موږ باندې بم واچولو چې په پوسټ کلور کاری باندې بم واچولو. قامت الطائرات الباكستانية بقصف هذا المنزل في مديرية برمل، وبالتحديد على منطقة لمن. وبحسب شهود عيان فقد ألقت القنابل أولا على هذا المنزل، مما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص كانوا بداخلها، ومن ثم استهدفوا غرفة أخرى حيث استشهد فيها 6 أشخاص آخرين، وبلغ إجمالي عدد الشهداء من هذه العائلة جراء هذا القصف 15 فردا. ځان ته وګوره چې دلته وړي جنکۍ 3 کسې ایوه خو راوایستل هغه 2 کسې چې هغه 2 سره په شهادت رسېدل. 15 فردا من أسرة واحدة، بينهم 5 نساء و9 أطفال صغار. هذه هي إحدى القرى التابعة لمديرية برمل، حيث قامت الطائرات الباكستانية بقصف هذا المنزل. كما تشاهدون فقد تم تدميره بالكامل، ولم يبق فيه أحد على قيد الحياة، إذ استشهد جميع من كانوا بداخله. سوی پراګنده په د کلی کې پراته دي غریبانان. دا اوس یو سپین ږیري دا خبره وکوله چې موږ دلته 8 کاله د ولي ول موږ 14 کاله کېږي چې په دې کلي او په دې منطقه کې منطقه خلک کومک ورسره کوي. الموت لباكستان. نحن ندين هذا العمل الشنيع. لقد قصفوا الأفغان وقصفوا المسلمين. إنه عمل جبان. جميع المواطنين وخاصة سكان ولاية بكتيكا يشعرون بالحزن والغضب، لأنها ليست المرة الأولى لهم، بل وإنهم قاموا بالقصف عدة مرات سابقا على رؤوس المدنيين الأبرياء. رغم تواجد ممثلهم في كابول، ويقومون باستشهاد مواطنين الأبرياء في ولاية بكتيكا.